أسباب عديدة كانت وراء تتويج ليستر سيتي باللقب، لعل أهمها الثنائي الهجومي الرهيب جيمي فاردي ورياض محرز. النجمان سجلا اسميهما بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم الإنجليزية، فبات كل منهما حديث العالم بعد قيادتهما لكتيبة رانييري إلى أول لقب في تاريخ النادي. التقرير التالي يرصد أهم محطات كلا اللاعبين. كل الكلمات عاجزة عن وصف هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه ليستر سيتي بقيادة ثنائي نادر قلما نجده في أي دوري في العالم، جيمي فاردي ورياض محرز. فاردي كتب اسمه في سجلات أفضل المهاجمين على الإطلاق بعدما قاد فريقه إلى أغلى لقب في تاريخه بإحرازه 22 هدفا حتى الآن، محققا رقما قياسيا جديدا عندما هز شباك خصومه في 11 مباراة متتالية. وتجاوز الحدود وطموحاته تجاوزت الحدود. غير عادي غير عادي يا فاردي، غير عادي. فاردي الذي كان بعيدا عن الأضواء بات حديث العالم كله، فقبل 5 أعوام كان يعمل في مصنع لإنتاج الجبائر الطبية. آنذاك هو أيضا لاعب هاو في فريق ستوكس بريدج بارك في الدرجة السابعة. أما اليوم فهو مهاجم إنجلترا الأول المتوج بجائزة رابطة الصحفيين الكرويين لأفضل لاعب في الدوري. والمثير أن زميله رياض محرز حل ثانيا في هذا الاستفتاء. النجم الجزائري قصة نجاحه لا تخطئها عين ولا يمر عليها أحد مرور الكرام. لعب مع فاردي الدور الأكبر هذا الموسم، أحرز 17 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة. الثنائي الرهيب كسر كل الأرقام، وأهمها رقم نجمي مانشستر يونايتد أندي كول ودوايت يورك بعدما قاد فريقهما للقب بمجموع أهداف بلغ 53 هدفا في موسم 98-99. أما ثنائي ليستر فسجل حتى الآن 56 هدفا قبل جولتين على النهاية. حياة محرز لا تختلف عن حياة زميله فاردي، بدايات صعبة ونهاية سعيدة، ومن رحم المعاناة عادة يولد الكبار. نعود مشاهدينا إلى لندن، ومعنا من هناك المعلق الرياضي في الدوري الإنجليزي. أهلا بك من جديد سيد جيمس. لا يختلف اثنان حول القيمة المضافة التي قدمها رياض محرز. أهلا بكم. توج ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من تعادل أقرب مطارده توتنهام هوتسبير مع مضيفي تشيلسي بهدفين لمثلهما في ستانفورد بريدج، ليساهم فريق البلوز حامل لقب الموسم الماضي في تتويج خليفته بلقب هذا الموسم. صوب ستانفورد بريدج اتجهت الأعين لمتابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، مباراة قد تساهم في منح ليستر سيتي لقب البطل للمرة الأولى في تاريخه إذا ما فاز أصحاب الأرض أو انتهى اللقاء بالتعادل. حساسية اللقاء ظهرت في أكثر من احتكاك بين لاعبي الفريقين. الدقيقة 10 شهدت أولى التصويبات على مرمى البلوز عن طريق داني روس. Exceptionnel qui pourrait être couronné ce soir joueur de l'année. Je tiens à montrer cette image qui est une double page dans le Daily Mail ce matin. C'est un garçon qu'on disait tout slow, tout small, tout frail. Ce qui veut dire trop lent, trop petit, trop frêle. À tous les jeunes qui nous écoutent, quand on croit en son rêve, tout est possible. Donc servez-vous de cet exemple-là. Riyad Mahrez qui était trop petit, trop maigre et trop frêle peut être titré ce soir meilleur joueur d'Angleterre. C'est un exemple. Couronné ce soir joueur de l'année. Je tiens à montrer cette image qui est une double page dans le Daily Mail ce matin. C'est un garçon qu'on disait tout slow, tout small, tout frail. Ce qui veut dire trop lent, trop petit, trop frêle. À tous les jeunes qui nous écoutent, quand on croit en son rêve, tout est possible. Donc servez-vous de cet exemple-là. Riyad Mahrez qui était trop petit, trop maigre et trop frêle peut être titré ce soir meilleur joueur d'Angleterre. Have a watch of this because the celebration underway, and this is at the party with the players. Watch this. I apologise in the language if it does come.
is what it feels like to be a Premier League winner. Scott, that's going to be some celebration for those players. Premier League winner. Scott, that's going to be some celebration for those players. You like to be there, you like to be part of that, to be honest with you. I'm sure that'll go long into the night and fully deserved and right to say, to be honest with you. نقرأ أو نشاهد في أي تلفزيون أو في أي جريدة إنجليزية ولو خبر واحد يتكلم بسوء أو بصفة سلبية عن رياض محرز. هذا شيء مشجع. ونحن نعرف الصحافة البريطانية. صحيح. محرز يقول بأنه حين يكون في الملعب يشعر بأنه يطير. هل رأيت يعني صفة تشبه هذه الصفة في أي لاعب آخر؟ أنت المتابع طبعا ل يعني كرة القدم واللاعبين المحترفين عموما في السنوات الماضية. لاعبون أفارقة كبار لعبوا في الدوري الإنجليزي، ألم يفز دروغبا بهذه الجائزة ويحيى توري؟ إذا أنا سعيد بكوني أول إفريقي، لكن لست الأفضل بل الأول. إذن تواضع كبير من هذا النجم الشاب، يعني يقول أنا أول إفريقي يفوز بالجائزة، غير مصدق لم يفوز بها درقبة أو حتى لم يترشح لها لا درقبة ولا يايا توري كلاعبين أفارقة تحديدا، والآن هو يترشح ويحصد مثل هذا اللقب، يقول أنني لست أفضل لاعب أفريقي في تاريخ الدوري. تواضعه ورزانته وثقته في نفسه هي سر نجاحه. وكذلك محرز كان قبل هذا التتويج هكذا، وأنا متأكد بأنه بعد هذا التتويج سيبقى هكذا على الأقل في الفترة المقبلة، مركزا على ضرورة التتويج باللقب ومركزا أيضا مع منتخب بلاده إن شاء الله العام المقبل في تصفية كأس العالم وفي نهائيات كأس إفريقيا. محرز ردد في حواراته البارحة واليوم خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام الفرنسية، ردد اعتزازه وافتخاره بأنه يلعب في المنتخب الجزائري، لأنه بعض الإعلاميين الفرنسيين كما تعرف لأنه هو ابن مدرسة الكروية في فرنسا، نعم. حدثوه عن المنتخب الفرنسي والمنتخب الجزائري، قال لهم لا تحدثون عن هذا الأمر، أنا بلدي هو الجزائر وأنا ألعب في الجزائر وأنا جزائري قبل أن أكون فرنسي. نعم والدي عاش في فرنسا لأسباب تاريخية ولأسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن أنا لا ذنب لي، أنا كبرت على حب الجزائر وأنا فخور بهذا. نوعا ما لكنه متواضع للغاية. دمث عندما رأيته في ليستر قبل شهر من الآن وهو يذهب إلى أحد المقاهي المحلية، كان العديد من لاعبي أو من جماهير فريق ليستر يأتون إلى هذا المقهى خصيصا للسلام عليه والتقاط الصور. كان بكل تواضع وبكل أدب جم يجيب الجميع ويلتقط الصور معهم ويتحدث إليهم بشكل ودي. لم تأخذه العزة بالإثم لنقل، لاعب متواضع لا يزال يلعب الكرة وكأنه يلعب منذ أن كان فتى يافعا. إذا ما شاهدت مباراة اليوم أمام فريق سوانزي سجل الهدف الأول بكل أريحية ببرودة أعصاب، يبدو للجميع أنه سيستمر على هذا النسق وهو سيلعب دور محوري ودور كبير في إمكانية فوز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ثلاث مباريات متبقية حتى كان باللقاء كان وبالموسم كامل كان العربي رياض محرز اللي قدر يحقق لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وسط كوكبي من النجوم بإنجلترا. عم نشوف صور محمد تتويج رياض محرز، لاعب فخر، هو لاعب عربي وافريقي كابتن بالمناسبة. نعم هذا لاعب فخر للعالم. يعني دائما لما بنتكلم عن مراحل الاحتراف العربي في لاعب اخذ الاحتراف مرحله للامام، الان محرز اخذ الاحتراف لاعلى مرحله، مرحله التفوق، مرحله انه يكون رقم واحد. نعم اجى لاعبين زي الثلاثي المغربي اللي عرفناه مع ديبورتيفو اعطى انه نعم تقدر تمثل فرق كبرى، جاء لاعبين واعراب ومثلوا فرق كبرى. الان محرز اخذ الموضوع ليس فقط ان تمثل فريق، المساله لما تصنع مجد تصبح رقم واحد في العالم، هذا الشيء غير طبيعي. صحيح يعني هو تفاجئ، يعني انا صحيح مش الافضل بس الاول، متواضع جدا. الفوز هذا محرز ميزته الرئيسيه ليس انه لديه جوده، ميزته الاخرى انه تقني تكتيكي، لاعب مستعد يخدم فريق، لاعب بتواضعه. لو لاعب اخر بصراحه اعتقد لو عمل مشاكل بالشتاء يكون مع ليستر مش حيكون مؤمن انه حيجيب الدوري، حيعمل حاله يطلع بالشتاء على توتنهام براتب احسن، امور احسن. اثبت احترافيه ممتازه حتى الان، بتكافئ. وانا اعتقد لو يوما ما بعد 20 او 30 سنه سمعنا عن لاعب عربي فاز بافضل لاعب بالعالم يجب ان يشكر يومها محرز، لانه هو الشخص اللي دفع دائره الاحتراف للامام والامام. من كل حدب مصوب. أول المباركين كان الدولي المصري السابق ولاعب توتنهام الإنجليزي أحمد حسام ميدو، وقائد الفراعنة أيضا أحمد أبو تريكة. ميدو علق في تغريدة له على تويتر يقول:
أشعر بالفخر لحصول لاعب عربي على جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج. أعرف جيدا أنه من الصعب أن يحدث، ولكن اللاعبين أنصفوا رياض الذي يستحق اللقب. ومن جانبه غرد أبو تريكة يقول: رياض محرز موسم تاريخي، استحق بجدارة جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. مبروك للجزائر ولكل العرب. التهاني تهاطلت على محرز من زملائه في المنتخب الوطني في صورته إلى العربي السوداني وقائد الخضر السابق مهدي الحسن. وفي إنجلترا كان مدافع الشياطين الحمر فرديناند من المهنئين حين قال: أبارك لمحرز تتويجه بلقب أحسن لاعب في العام، هو بحق يستحقها، ناشرا أسفل التغريدة فيديو يخص محرز. محرز هيبقى خبر رئيسي في CNN. خالد ده أول خبر في CNN، اول خبر في BBC، اول خبر في سكاي نيوز. دول الثلاث قنوات اللي انا جبتهم لك. ما رضيتش في العالم، وفي يورو سبورت بقى نيوز، وفي الكانال بلوس بتاعت فرنسا. جبت لك طبعا التلفزيون الجزائري اكتر من قناه جايباه مستعرضاه، حتى التلفزيون الجزائري تقريبا غلط في اسم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، كل التهنئه، كل الحب، كل التقدير لنجمنا العربي الجزائري رياض محرز اللي النهارده حصل على جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، افضل لاعب في اغلى دوري في العالم عربي يا جماعه، افضل لاعب في اغلى دوري في العالم افريقي يا جماعه، افضل لاعب في اغلى دوري في العالم جزائري يا جماعه. حاجه تفرح، حاجه تشرف. بنديله التحيه والسلام والتقدير وبنقول له مبروك يا كابتن رياض، وان شاء الله رياض محرز يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في كرة القدم الإنجليزية في الموسم الجاري. الجزائري ذو 25 عاما لاعب ليستر سيتي يحقق ما عجز عن تحقيقه أي لاعب عربي أو أفريقي في تاريخ الكرة الإنجليزية، ليصبح حديث الشارع الرياضي بعد أن استحوذ طوال الموسم الكروي على اهتمام كافة وسائل الإعلام والمتابعين والمحبين للعبة. فاللاعب القادم من دوري الدرجة الثانية الفرنسي ساعد فريقه ليستر سيتي على تصدر الدوري الممتاز، وحسم سباقا على جائزة أفضل لاعب نافسه فيه كبار لاعبي الدوري الإنجليزي وأشهرهم. And the winner of the 2016 PFA Men's Players Player of the Year Award goes to Leicester City's Riyad Mahrez. إنها اللحظة التي اعتلى فيها الجزائري رياض محرز قمة الكرة الإنجليزية كأفضل لاعب بالبريمير ليج لهذا الموسم. قمة لم تكن تخطر ببال النجم الجزائري خلال ترحاله بين أندية فرنسا المغمورة بحثا عن منصة ينطلق منها العنان لموهبته الفريدة. رحلة كانت مليئة بالمتاعب على طفل فقد والده وهو في 15 من عمره، إلا أن الإصرار والمهارات دفعت به إلى أندية فرنسا وإنجلترا ليصبح أحد أبرز نماذج الإلهام في نجاح فريقه ليستر سيتي المفاجئ هذا الموسم، ويدفع باسمه لحصد جائزة اللاعب الأفضل في البريمير ليج. إنجاز غير مسبوق عند الحديث عن اللاعبين المحترفين العرب. الشاب الجزائري ذو 25 عاما هو أحد أبطال الموسم الاستثنائي لفريق كان مهددا بالهبوط الموسم الماضي، وأصبح في طريقه ليتوج بلقب البريمير ليج. موسم أصبح نقطة تحول في مسيرة اللاعب القادم من لو هافر الفرنسي في صفقة لم تتعدى 400,000 جنيه استرليني ليتحول إلى هدف تتنافس كبرى أندية أوروبا على ضمه في صفقات وصلت لعشرات الملايين. موسم أظهر إمكانات لاعب مهاري من الدرجة الأولى، لاعب أسهمت سرعته وأساليبه في المراوغة في تخطي أبرز المدافعين، وأدت تمريراته ولمساته لحصد العديد من الأهداف. تألق في الملاعب لازمه تواضع وحسن خلق عرف عن اللاعب خارجها، لاعب أصبح قدوة لشباب يرغبون في محاكاة كل صفاته بما فيها قصة شعره. عندما يتواجد الأطفال في المحل يخرج ليلعب معهم كرة القدم، ثم يأتي ليقص شعره، ودائما يتحدث مع الجميع ولا يتردد أبدا عندما يطلب أحد التقاط الصور معه. رحلة شاب جزائري حفر مسيرة في الصخور ليصبح مصدر إلهام للاعبين الناشئين وفخر واعتزاز للعرب،
فخر من الأكيد توجه فوزه بجائزة اللاعب الأفضل هذا الموسم بالبريمير ليج. تشيلسي ايتو يعني اسماء ثقيله، يعني هي النقطه الاساسيه انت في هذا الوقت في هذا يعني الزخم الكم الهائل من اللاعبين المستوى عالي يطلع لك عربي يكون احسن لاعب الدوري الانجليزي، يعني مو سهله ابدا. لا والله مو سهله، وحلاوته يمكن هل هي قصه ليستر انه مولع وممكن ياخذ الدوري لا مصطفى، المجهود اللي قدمه كابتن رياض محرز مع فريق ليستر خلته هو الافضل في جميع مراحل المباراه. لازم يكون الهداف هو افضل لاعب في طبعا لا ممكن حارس، هو لاعب نعم مهاري ذكي سريع، عند المراوغه، عند الاسيست موجود، عند التسجيل موجود. يعني مظلومين يا ابو عوف اعلاميا، يعني مثلا تلاقي لاعب مثلا بيأدي بس ما كثير عليه الضوء، وخصوصا لما يكون مع فريق ضعيف. فريق ضعيف يعني كان بغض النظر حاليا ليستر يعني بياخذ الدوري. مرحبا بكم في موعد جديد مع فقرتكم اليوميه نت نسمة. نبداو جولتنا اليوم من بلاد الانجليز وبالتحديد من البطوله الانجليزيه، وين فما فريق سنة تميز وسماه حتى انه كان ظاهره في البطوله سنة، وفريق ليستر. في الفريق هذا فما ظاهره عربيه جزائريه بالتحديد خلتنا نهزوا ريوسنا، خاصه بعد ما تم انتخابه البارح كاحسن لاعب في الدوري الانجليزي رياض محرز. نرجع لتونس توا محليا. السيد رئيس البيجي قايد سبسي كان في نهايه الاسبوع الفارط يروح ماذا بك يقعد في الانجليز ولا يبدل؟ المولوديه. انا امنيتي فرونشمون انا امنيتي قعدت في انجلترا. علاش؟ تما ربي كمل شوف يحقق له الامنيه نتاعو تما، وتما ربي عطاه قيمه، وتما كتب الله كبر به وخرج له بزاف، بغيت يكمل تما ان شاء الله ناخذ ديالو، واخا ماشي حتى في هذيك مانيش عارفه واش غادي يكتب له معامل، نتمنى يقعد في الانجليز. مدام محرز سيدة محرز فرانشمون سيتي ان بليزير اللي كنتي معنا اليوم، واحنا فرحانين ليك لانك لاعب رجع فخر الجزائر اليوم، احسن لاعب في انجلترا، وان شاء الله يكون عنده انكور بوكو دو ريسيت ونجاحات اخرى مازال تزيدي تفرحي به. الشروق اذاعه الشروق سمي كاع اليوم، شكرا لكم بزاف. ولا يبدل المولوديه. انا امنيتي فرونشمون انا امنيتي قعدت في انجلترا. علاش؟ تما ربي كمل شوف يحقق له الامنيه نتاعو تما، وتما ربي عطاه قيمه، وتما كتب الله كبر به وخرج له بزاف، بغيت يكمل تما ان شاء الله ناخذ ديالو، واخا ماشي حتى في هذيك مانيش عارفه واش غادي. شايل ليستر سيتي على راسه طول الموسم، وليستر سيتي يعني بيقدم في معجزه، وطبعا كله بعود لرياض محرز يعني اكيد. والله انا شايف ان احسن لاعب عربي موجود هو محمد صلاح بلا منازع طبعا. نقدر نقول لك على احسن لاعب دابا اللي موجود حاليا، يعني فرض الوجود تاعو في الدوريات الاوروبيه بالخصوص في الدوري الانجليزي، هو رياض محرز صراحه، لانه كيقدم عروض جميله مع ليستر سيتي. اعتقد حسب رايي انه اللاعب علي عدنان لاعب اودينيزي الايطالي حاليا افضل لاعب محترف في اوروبا. احسن لاعب عربي انا شايفه في اوروبا دلوقتي بيلعب هو محمد صلاح، بحيث ان هو مجتهد شويه في اللعب بتاعه. اشوف احسن لاعب عربي محمد صلاح. افضل لاعب عربي بالنسبه لي هو رياض محرز. انا مصري اهو، بس انا شايف رياض محرز مؤثر قوي مع ليستر السنه دي، فاديله احسن لاعب عربي السنه دي. رياض محرز نشوفه احسن لاعب عربي السنه دي، لانه بروز كثير مع ليستر سيتي اللي يلعبوا في البريمير ليج. I live in UK. The best Arabic player in the Premier League is Riyad Mahrez from Leicester City. أرشح محمد صلاح المصري. رياض محرز لأنه سوى موسم رائع واستثنائي في ليستر سيتي. حاليا أحسن لاعب في أوروبا هو اللاعب الجزائري رياض محرز. أحسن لاعب يعني أتوقع الحين هو باللاعب ليستر سيتي رياض محرز.
هو الصراحة صعب واكتر من لاعب، بس اكتر واحد محقق مركز كويس مع الفريق بتاعه يعتبر رياض محرز، ومن بعده محمد صلاح طبعا، وبدأ يظهر اهو في الساحة بقوة محمد النني يعني. نعود مشاهدينا إلى لندن، ومعنا من هناك المعلق الرياضي في الدوري الإنجليزي. أهلا بك من جديد سيد جيمس. لا يختلف اثنان حول القيمة المضافة التي قدمها رياض محرز. أهلا بكم. توج ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من تعادل أقرب مطارده توتنهام هوتسبير مع مضيفي تشيلسي بهدفين لمثلهما في ستانفورد بريدج، ليساهم فريق البلوز حامل لقب الموسم الماضي في تتويج خليفته بلقب هذا الموسم. صوب ستانفورد بريدج اتجهت الأعين لمتابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، مباراة قد تساهم في منح ليستر سيتي لقب البطل للمرة الأولى في تاريخه إذا ما فاز أصحاب الأرض أو انتهى اللقاء بالتعادل. حساسية اللقاء ظهرت في أكثر من احتكاك بين لاعبي الفريقين. الدقيقة 10 شهدت أولى التصويبات على مرمى البلوز عن طريق داني روس، وتكللت جهود الضيوف بهدف التقدم عند الدقيقة 35 عن طريق هاري كين الذي استغل تمريرة ذكية من إريك لاميلا. وقبل نهاية الشوط الأول يتمكن الكوري الجنوبي يونغ سون مين من مضاعفة النتيجة لفريقه بعد تلقيه الكرة من زميله كريستيان إريكسن. وأبى الشوط الأول أن ينتهي قبل أن يشهد اشتعال الموقف بين لاعبي الفريقين بعد احتكاك بين داني روس والبرازيلي ويليام. الشوط الثاني بدأه البلوز برغبة كبيرة في تقليص الفارق بعد الدفع للبلجيكي إيدن أزار بدلا من الإسباني بيدرو، لكن هداف المسابقة هاري كين لا يزال يسبب الكثير من الضغط على دفاعات البلوز. كبرياء البطل بدأ في الظهور تدريجيا، فتمكن جاري كيهل من تقليص النتيجة من خلال هذه الركنية. وكاد ويليام أن يحقق التعادل عند الدقيقة 62، لكن الحارس الفرنسي لوريس كان في الموعد. وفي الدقيقة 74 تضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، وبعدها بلحظات يخفق لاعب سبيرز ميسون وإريكسن في إحراز الهدف الثالث لتوتنهام. إيدن أزار الذي بدأ في استعادة بعض من بريقه تمكن من إعادة المباراة لنقطة البداية بهدف رائع سمعت أصداؤه في مدينة ليستر قبل نهاية اللقاء ب7 دقائق. ويبدو أن وقع التعادل على لاعبي توتنهام أفلت أعصابهم، خاصة مع اقتراب المباراة من نهايتها. صحيح أن تشيلسي خرج من الموسم خالي الوفاض، إلا أنه كانت له الكلمة في حسم لقب الدوري لبلوز مدينة ليستر. ومن لندن ينضم إلينا المعلق الرياضي في الدوري الإنجليزي جيمس فيلدن. أهلا بك سيد جيمس. أكيد تتويج تاريخي لفريق ليستر سيتي جاء بعد موسم استثنائي قدم فيها الفريق تضحيات كبيرة. صحيح الفرحة ستكون مضاعفة لو تمكن ليستر يوم الأحد من حسم اللقب فوق أرضية أولد ترافورد، لكن دون شك هذا الإنجاز لن يمحى من ذاكرة كل مشجع لهذا الفريق. لن ينسى أبدا، وأعتقد بأنه لا يمكن مضاهاة هكذا إنجاز. الكل فعلا يتحدث عن ليستر سيتي في هذه الليلة. مسيرة استثنائية فعلا، أكبر حدث رياضي عشناه في هذا البلد. فعلا رأينا على تويتر كيف احتفل اللاعبون وكيف أن الجميع ذهب لمنزل جيمي فاردي لمتابعة المباراة، والجماهير الآن تخرج إلى شوارع ليستر للاحتفال. الشوارع مغلقة بزحمة من كل مكان، السيارات لا تتحرك. فعلا أجواء استثنائية، الكل في هذه المدينة
المدينة والكل في هذا البلد إلا جماهير توتنهام تشجع ليستر. إنها قصة خرافية فعلا واستثنائية ما رأيناه. كلاوديو رانييري قال أنه لا يستطيع حتى متابعة المباراة إذ أنه ذهب لرؤية والدته في إيطاليا البالغة 95 عاما من العمر، وسيكون في الطائرة عند لعب المباراة ولا يعرف النتيجة. أنا متأكد بأنه دون أدنى شك أدرك الإنجاز الكبير لليستر الآن، ولكن قصة جميلة جدا. أول بطولة لليستر بصفة عامة والأموال التي نتحدث عنها الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز. وليستر في الموسم الماضي كان قد نجا من النزول الدرجة الأدنى، وها هم الآن خسروا 3 مباريات فقط في هذا الموسم، 2 أمام أرسنال منهم، وأكبر إنجاز في إنجلترا. نعم سيد جيمس، التتويج بلقب البريمير ليج جعل العالم والمتابعين للرياضة يكتشفون ليس فقط فريقا قويا لكن أيضا مدينة ليستر. هدافا إنجليزيا اسمه جيمي فاردي، تم اكتشاف أيضا لاعب عربي جزائري هو رياض محرز بعد أن جاء بالسعر الزهيد. وهذا التتويج أيضا جاء ليؤكد أن المال لا يصنع الإنجاز دائما، وهو أيضا درس للأندية الأخرى التي تصرف الملايين الطائلة سنويا دون نتيجة. دون أدنى شك، نعم الكثير من الأندية يجب أن تأخذ درسا من هذا، والكل كان يتحدث عن الأندية الكبيرة التي أصبحت تتكاسل نوعا ما إذ أن الأموال الطائلة من حولها، ونرى اللاعبين الكبار من حول العالم يمكن أن يختاروا أي ناد كبير لأنهم يملكون أموالا كبيرة. ولكن فريق مثل ليستر نعم يحتاج إلى لاعبين لرفع المستوى لكنهم مبدعون فعلا، ولاعبو ليستر بالتأكيد استثنائيون. نحن نعرف بأن هناك رياض محرز الذي كان يلعب في الدوري الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي وجاء هو الآن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبكل صراحة يجب أن نقول بأن هذا النادي كان ضد كل التوقعات ولكنهم واصلوا، ومحرز الآن رفع مستواه إلى أعلى شيء ممكن. جيمي فاردي لم يكن يلعب في الدوري بالمرة. نحن نعرف أن هناك 4 درجات محترفة والتي أقل منها لا تعتبر موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجيمي فاردي كان ينشط فيها سابقا وها هو الآن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. جيمي فاردي كان في مستوى متدني جدا سابقا، ولكن انظروا الآن ماذا فعل. جاء لهذا الفريق وفاز بالدوري. لا تنسوا فقط بأن ليستر منذ 3 سنوات كان في الدوري درجة ثانية من الكرة الإنجليزية. هذا الإنجاز لا يصدق بكل بساطة. أنا تابعت المباراة الليلة ورأيت أن الجماهير كانت استثنائية، حتى جماهير تشيلسي أرادت أن يفوز ليستر بالدوري. والآن في آخر يوم من الموسم تشيلسي هو الذي سيستقبل ليستر في ستانفورد بريدج وسوف يعطونهم شرف هذا اللقب، ولكلاوديو رانييري الذي كان قد طرد من تشيلسي سابقا كما تعرفون. وهذه القصة ستتواصل في التصاعد بالتأكيد. ليستر الآن هو البطل وسيلعب دوري الأبطال في السنة القادمة، لا يمكن تصديق هذا. صحيح. سنعود إليك سيد جيمس، ابقى معنا. في أبرز ردود الفعل على تتويج ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، اعتبر غاري لينكر النجم السابق في صفوف الثعالب أن فوز ليستر بلقب البريمير ليج يعتبر أكبر مفاجأة رياضية في حياته، معتبرا أن الفريق قدم موسما استثنائيا ويستحق فعلا هذا اللقب الذي قدم من خلاله الفريق تضحيات كبيرة من أجل أن يفوز به في الأخير. وكما شاهدنا المباراة الأخيرة بلوز حامل اللقب هو الذي أهدى اللقب الجديد لليستر سيتي بعد أن فاز الفريق على توتنهام في الديربي في هذه المباراة، أو تعادل معه بهدفين لمثلهما، وبالتالي توتنهام في الديربي في هذه المباراة أو تعادل معه بهدفين لمثلهما، وبالتالي إنجاز تاريخي لفريق ليستر سيتي الذي يحقق لأول مرة هذا الإنجاز في تاريخه.